هو بس اللي الواحد مش فاهمه او اللي مش مستوعبه ان بعد كل المصاريف اللي احنا صرفناها على الصفقات ديت والسكواد الجامد اللي في النادي الاهلي، بعد كل ده ويبقى ده مستوانا. واللي مستغرب له ومش متخيله ان نادي الزمالك اصلا مش في حالته. امال لو كان نادي الزمالك في حالته كان ايه اللي حصل معانا؟ كنا شيلنا كام؟ المستوى اللي شفناه النهارده ده يعني ما ينفعش يبقى مستوى فريق درجة تانية. وده طبعا يرجع 80% منه، عشان بس نكون واقعيين، للمدرب، ونحمل اللعيبه 20%. المدرب اللي انا مش فاهم لحد دلوقتي، كان كل الاول شكوات، الشكوى بتاعته في المؤتمرات ان ما جاتلوش صفقات قبل يناير، وكان دايما يطلع يشتكي بطريقه غير مباشره واسلوب غير مباشر ان ما فيش صفقات. طيب انت دلوقتي جاتلك الصفقات، حجتك ايه؟ انا مش شايف حجه. انا مش عارف، مش لاقي لك حجه. يعني الاول انت كنت بتقول ما فيش صفقات، والمستوانا كان في النازل في النازل في النازل عشان بتقول مفيش صفقات، مع ان احنا ما زلنا حتى قبل ما نجيب الصفقات دي كنا احسن سكواد في مصر. طب احنا مين اللي بوظ السكواد بتاعنا؟ مش حضرتك؟ مين اللي مشى اليو ديانج؟ مين اللي مشى عبد المنعم؟ مين اللي مشى حمدي فتحي؟ مين اللي مشى شريف؟ مين اللي مشى كهربا اللي متألق دلوقتي، متألق. كهربا دلوقتي نجم النجوم في ليبيا، في الاتحاد الليبي، لدرجه اشتراه بعد اسبوع على طول ولا اسبوعين. لعب 4 مباريات مكسر الدنيا هناك. مين اللي مشى احمد عبد القادر؟ مين اللي بهدل الفريق في الاول وبعد كده فضل فريق؟ ومين اللي مشى بيرسي تاو وكرهه في عيشته؟ مين اللي كره اللعيبه في عيشتها؟ مين اللي مشى اسمه ايه ده، بتاع قطر، ايمن عمر، ولا يوسف ايمن، سوري، بتاع اللاعب اللي كان جاي لنا من قطر من غير ما يلعبه ولا يجربه، ما جربوش غير مره واحده. الراجل جه معانا 6 شهور ما لعبش غير مباراه واحده، خد مش عارف كام مليون وما لعبش غير مباراه واحده. مين اللي عمل، مين اللي بهدل الفريق كده؟ مين اللي ما بيديش اللعيب، مين اللي ما بيحطش اللعيبه في مراكزها؟ احنا؟ كابتن الخطيب؟ مجلس الاداره؟ مين؟ ما تفهمنا يا عم كولر. احنا عايزين نعرف مين اللي وصل الاهلي للمستوى اللي احنا شفناه النهارده. النهارده الاهلي تعادل مع الزمالك 1-1. طبعا احنا بالنسبه لنا دي تعتبر، احنا خسرنا نقطتين، ودي تعتبر بالنسبه لنا بطعم الخساره. ملناش دعوه بقى نادي الزمالك بالنسبه لهم ده مكسب ولا لا. وانا بصراحه يعني، بصراحه انا احيي لعيبه الزمالك، بجد برافو عليهم. والله العظيم احيي لعيبه الزمالك، واحيي مدرب الزمالك، احيي مدرب الزمالك بسيرو ده، احييه. انا من اول ما شفته انا قلت عليه مدرب شديد، بصرف النظر عن الاراء اللي كنا بنسمعها انه مدرب كويس، بس فعلا من اول ما شفته في المؤتمر الصحفي، اول ما شفته النهارده وهو واقف على الدك، على الخط على خط المباراه كده، اثناء المباراه. لا بجد، المدرب ده هيعمل حاجه مع الزمالك وبكره تقولوا سامح قالها. المدرب ده مدرب كويس جدا جدا، و... وافضل من كولر. باين عليه كده افضل من كولر. كولر كان كويس عشان برضو ما نكذبش، او عشان نقول الحق، كولر كان كويس، لكن بقاله حوالي كده تقريبا 10 ماتشات خلاص، تحس انه فعلا كام شهر كده كولر خلاص مستواه في النازل. مفيش عنده شغف، مفيش عنده ده. يا راجل، يا راجل، انت عارف ان اكرم توفيق عنده مشكله مع النادي ومع الجماهير ومع الدنيا كلها وما عادش بيدي. تنزله ليه؟ تلعب كوكا ليه؟ بصوا، هو يعني في 3 لعيبه انا بقى من زمان لساني اتبرى. ال3 لعيبه دول حتى لو ما حدش فيهم لعب النهارده هفضل اقول اساميهم. دول اللي مش المفروض يلعبوا غير اكرم توفيق. عندك احمد كوكا، خالد عبد الفتاح، كريم نيدفيد. 3 محترمين وعلى عيننا وعلى راسنا، لكن لا يصلحوا للنادي الاهلي. والرابع اللي عايز اضيفه عليهم، طبعا اكرم ده موضوع منتهي، انا اتكلمت فيه وعملت عليه حلقه يعني. الرابع اللي انا حاسس بيه ومش عايز اظلمه، بس اللي انا شايفه كده من تاني مباراه اشوفها له، اشرف داري. اشرف داري، سوري بلفظ الكوره كده، جبان بيخاف يخش على الكوره. اشرف داري كان هيودينا في داهيه كذا مره النهارده. عنده ميس باص كتير جدا، مش مركز في الملعب، ما بيعرفش ياخد قرار. ده رايي الشخصي ورأيي الفني اللي انا شايفه فيه. انا شايفه كده فنيا ان اشرف داري لا يصلح للنادي الاهلي. هتقول لي يا عم ده كان مع منتخب المغرب، اقول لك على عيني وعلى راسي. الراجل من ساعه ما جه كله اصابات، سيبك من موضوع الاصابات دي، قضاء وقدر، ربنا يشفي الجميع. لكن اشرف داري لا يصلح للنادي الاهلي.
وافتكروا الكلمه دي، اشرف داري هيودينا في داهيه، هيسبب كوارث. اللي انا مستغرب له ان احنا كلنا شايفين ان كوكا لا يصلح، وحتى لو كوكا نفع ينزل ما ينزلش وينج شمال، لكن هو مصمم انه يلعب كوكا، ومصمم انه يقعد محمد هاني بره، ومقعد كريم الدبيس بره. طب يا عمي انت عندك بتنزل اكرم توفيق ليه؟ ما انت عندك محمد هاني بره. سؤال، بتنزل ليه احمد كوكا وانت عندك كريم الدبيس بره، عندك عمرو السولية بره، عندك لعيبه تعمل الفارق. او اسامه ابو علي ما قعده احتياطي ليه طالما نزلته هو جاهز بدنيا وجاهز كل حاجه ونفسيا وكل حاجه؟ اسامه ابو علي ينزل جنب جريديشار. اشرف بن شرقي اخرت نزوله ليه لما انت شايفنا متبهدلين والنتيجه 0-0 ولحد الدقيقه 70 ولا بتاع؟ ما نزلش ليه من بدايه المباراه؟ ما انت عارف من بقى له اسبوع ان اشرف بن شرقي جاهز، واول ما نزل شفت عمل الفرق ازاي. اشرف شرقي طبعا السبب في الجون اللي دخل فينا، من احد الاسباب في الجون اللي دخل فينا، بس مش هنقدر نلوم عليه لوحده. يا جماعه كولر، انا شايف ان كولر كده خلص معانا، وقلناها من فتره، وكنا بنقول يا رب يا رب نطلع احنا غلطانين، يا رب اطلع انا غلطان، يا رب انا مش عايزين نبوظ الفريق، مش عايزين نبهدل الدنيا. بس على الوضع ده لو فضلنا على المستوى ده، اولا الدوري راح، مفيش بطولة افريقيا السنة الجاية، مفيش كاس العالم 2023 2029، وان شاء الله لو رحنا كاس العالم على الوضع ده يعني بشرة مش كويسة خالص. لا لا لا، هيتعمل علينا سكور، هيتعمل علينا سكور من اي فريق نلعبه. لما فريق الزمالك وهو مش في افضل حالاته بيلعبنا بالمنظر ده وبالرجوله دي وبالاداء ده، واحنا يا راجل ده الزمالك نزل 30 دقيقه بيدافع. اول مره اشوف الزمالك راصص الاتوبيس ورا، اول مره اشوف الزمالك راصص الاتوبيس ورا، حاطط سور ورا قدام الجون. انا شايف اللعيبه كلها على خط المرمى بتاعه، السكان كلها واقفه، واحنا لا حول لنا ولا قوه، كل كورنا لورا، مفيش هجمات لقدام غير قليله جدا جدا. مش عارفين، ما عندناش حلول. ولما ظهرت الحلول والملعب اتفتح، الخطوره جت علينا، واحنا اللي كشينا والخطوره جت علينا. ده مش منظر للفريق الاهلي. حرام عليك يا كولر، والله العظيم حرام عليك لما تنين 80 مليون واحد حزين بالمنظر ده. حرام عليك لما تخلينا نضيع الدوري بالسهوله دي. مباريات هايفه جدا اللي انت عملت، فاركو وانبي والزمالك، مباريات هايفه جدا وفي متناول الايد. حرام عليك انت لو في عندك حاجه تاني خلاص سيبنا واتكل على الله. كفايه عليك كده، احنا تعبنا وتعبنا نفسيا. يا عم كفايه، شوف لك فريق تاني. انت بتقول هتعتزل بعد كاس العالم، لا اعتزل قبل كاس العالم، اعتزل قبليه. ما احنا مش ناقصين اصلا وجع دماغ. احنا خلاص جات لنا الامراض والحمد لله، ماشي، والحمد لله كل اللي يجيبه ربنا كويس. تعبنا وجات لنا الامراض والحمد لله، السكر جالنا والحمد لله، الضغط جالنا والحمد لله، البيري بيري جالنا والحمد لله، كل الامراض جات لنا بسببك. حرام، مش كده. اداره النادي الاهلي، السكاوتنج، اداره التخطيط، كابتن محمود الخطيب ربنا يشفيه، اللي مسؤول عنه دلوقتي، المسؤول مكانه دلوقتي، يا جماعه اتكلموا مع كولر، لو في اي حل مشوه، هاتوا مدرب، الحقوا يعني اعملوا عمليه انقذونا. كولر خلاص مفيش مشكله، احنا قاعدين نجيب صفقات بالملايين وسايبين كولر يبهدل لنا الدنيا. كل الصفقات بتاعتنا كولر بيبهدلها، والله العظيم تتبهدل. ده احنا عندنا احسن سكواد مش في مصر، في افريقيا، وبنلعب بالمنظر ده. احسن سكواد في افريقيا، عندنا دكه تلعب احسن فريق في افريقيا وتكسبه. الدكه بتاعتنا عندنا دكه جامده جدا، احسن من اي فريق في مصر. والدكه بتاعتنا ده احنا عندنا اسماء على الدكه. يا جماعه مش هينفع كده اللي احنا فيه ده، مش هينفع. يبقى عندنا السكواد بتاعنا بالمنظر ده، ويبقى احنا اعلى فريق في القيمه التسويقيه على مستوى مصر وعلى مستوى افريقيا، ويبقى دي طريقه لعبنا. ننزل ننكمش، ومجرد ما الزمالك فتح بس هجوم واحنا نكش لورا بالطريقه دي، ويبقى ده منظرنا. 16 محاوله على المرمى، يا فرحتي منهم بس 4 اون تارجت ولا 5 اون تارجت. طب ايه المنظر ده؟ ما فيش كوره اترفعت طول المباراه من الجنبين غير بتاعت جريتشار وواحده كمان، الاثنين بتوع جريتشار، واحده بتاعت حسين شحات، 3 كورات بالعدد.
95 دقيقه 3 كرات بالعدد اللي يترفعوا من الوينجين من على الجناب. كوكا ملوش فيها والله العظيم. كوكا ما بيعرف يلعب، والله العظيم كوكا ما بيعرف يلعب. لا عنده سرعات ولا واحد على واحد بيعدي، ولا عنده مهارات فرديه ولا اي حاجه، لا فرديه ولا جماعيه. نتفت نفس الموضوع، كريم نتفت نفس الموضوع. خالد عبد الفتاح انيل منهم، خالد عبد الفتاح انيل منهم، والحمد لله كمان ما شاركوش النهارده. يا جماعه يعني حد يتكلم معاه. كابتن سامي قمصان، كابتن محمد شوقي، انتوا لازمتكم ايه؟ قاعدين بتعملوا ايه؟ حاضر ونعم. لو هو ديكتاتور خلاص مشوه، ما نبقاش صرفنا الملايين دي كلها والنادي صرف على السكواد ده كله وجاب فريق كامل بالمنظر ده وفريق كويس. طب نجيب لك مين تاني؟ نجيب لك مين؟ جراديشار واشرف بن شرقي. انت نفسك بقيت فرحان بالسكواد اللي جه. طب نعمل ايه تاني؟ عمر الساعي انت بتموته، عمر الساعي بتموته، ما بنشوفوش. المدافع التاني ده اللي لسه جاي لعب مباراه كويس قعدته. مش فاهمين احنا، مش فاهمين انت عايز ايه بالظبط. انت عايز ايه؟ اللي بيلعب كويس بتجازيه فبتقعده، بتقعده دكه. ما قعد جنبك وسام ابو علي، ما قعد محمد هاني ليه؟ محمد هاني احسن باك يمين في مصر، ما قعده ليه؟ ما قعده ليه؟ محمد هاني ما يقعدش. محمد هاني تلعب عليه اكرم توفيق، كريم الدبيس تلعب عليه كوكا. يا راجل حرام عليك. محمد عبد الله اول مباراه له قصاد الزمالك ينزل اساسي بدل ما تنزله مثلا 10 دقايق في الاخر لو الحاجه لو كنا فايزين. تنزل محمد عبد الله لاعب وهتموته. اللاعب ممتاز، اللاعب هيبقى من احسن لعيبه في مصر، هتموته. بتدفن اللاعب قبل ما بيظهر، بتحطم الناس معنويا ونفسيا. دي عمليه تحطيم للناس نفسيا ومعنويا للعيبه. حرام مش كده؟ انت يا كولر حطمت الفريق نفسيا ومعنويا، وحطمت الجماهير نفسيا ومعنويا. الجماهير النهارده والله واقفه ماليها نفسي تشجع. جماهير الزمالك برافو عليهم، شابوه. طول المباراه واقفين يشجعوا، واقفين يشجعوا حتى بعد ما دخل فيهم الجون. الجماهير واقفه ترقص وتطبل وملهاش علاقه. احنا الجماهير كل ما الكاميرا تيجي علينا الجماهير واقفه حزينه، جماهيرنا ما بتتكلمش. انت جبت لهم سكته، انت خرستهم. انت صوت الجماهير ما بقاش طالع بسببك، من الحزن اللي شايفينه في الملعب. لا اداء ولا شكل ولا نتيجه ولا ايه. طب ايه طيب؟ 15 مباراه ولا 14 مباراه نتعادل منهم 6، نضيع 12 نقطه بالطريقه دي؟ ده عمرها ما حصلت يا راجل، حرام عليك، عمرها ما حصلت. كوكا مين واكرم مين؟ اكرم انت عارف انه ما عادش بيدي. اكرم خلاص بعد المشاكل اللي حاصله، سواء هيقعد هيكمل او مش هيكمل. المفروض ده ما يلعبش، يتجازى، يتعاقب. حتى لو هيكمل مع الاهلي يتعاقب، يقعد ما يلعبش. اديكوا شفتوه كام ماتش اللي فاتوا كان بيلعب ازاي؟ بيمسك الكرة بيلعب الكرة بالشوكة والسكينة. حرام عليك يا عم كولر، حرام عليك والله العظيم. اللي انا خلاص. بس انا اقول يعني شابوه لعيبه الزمالك رجاله. النهارده اقول هم اللي عندهم روح الفانيلا السوداء اللي كانوا لابسينها. اقول عليهم برافو لعيبه الزمالك. اقول برافو على اداره الزمالك انها دخلت الفريق معسكر مغلق 3 او 4 ايام، واحنا انت رافض تدخل بتاع ده معسكر مغلق مع الفريق ليه؟ مش عارف. الثقه عندك زايده ولا دي غرور، ولا انت مش مهتم بالماتش، ولا مش مديله اهميه كافيه، ولا ايه بالظبط؟ انت للدرجه دي كنتش مهتم بالماتش؟ للدرجه دي مش في دماغك؟ عمال تقول 3 نقط. احنا عارفين ان هم 3 نقط زيهم زي غيرهم، بس 3 نقط هيطلعونا، 3 نقط هيأثروا علينا، 3 نقط ممكن يضيعوا منك الدوري. بيراميدز لو فاز بكره احنا خلاص شكرا. اللي هو النهارده يعتبر انا دخلت في اليوم الجديد. بيراميدز لو فاز على المباراه بتاعته مش عارف مع الداخليه ولا مين ولا بتروجيت، احنا خلاص شكرا. مع بتروجيت احنا خلاص شكرا. فرق 3 نقط، وعليك بقى انك تكسب ال10 ماتشات الجايين، الاثنين اللي في الدور الاول والثمانيه اللي في الدور الثاني. وده صعب بالمنظر اللي انا شايفه ده، صعب. انا كده بقول من دلوقتي اداره الاهلي لازم تتحرك. كابتن محمد شوقي يمسك مؤقت، ويجيبوا مدرب كويس، يجيبوا بقى حسام البدري، يجيبوا اي حد مؤقت لحد لما يجيبوا مدرب كويس للنادي الاهلي. الاهلي ما يستحقش مننا كده، الاهلي ما يستحقش منكم كده.
الاهلي ما يستحقش من الجماهير بتاعت الاهلي، ما تستحقش من الاداره ومن المدرب ومن اللعيبه الكلام ده. اللعيبه النهارده ما عندهاش الروح بتاعت الفانيلا زي ما بنقول. فين روح الفانيلا الحمراء؟ مفيش. فين البلاس 90؟ مفيش. انت ضيعت هويه الاهلي يا كولر، ضيعت حاجه اسمها هويه الاهلي. روح الفانيلا الحمراء مفيش. بلس 90 الاهلي ملك البلس 90 مفيش. الاهلي لاخر نفس مفيش. انت ضيعت هويه النادي الاهلي، انت كتمت الجماهير. الجماهير كانت واقفه مكتومه ساكته، الجماهير جواها غيظ مش عارفه تشجع، والله ما كانت عارفه تشجع من الحزن اللي شايفينه في الملعب. حرام عليك، حرام عليك. كوكا مين وندفت مين وخالد مين عبد الفتاح واكرم مين؟ حرام عليك. واشرف داري، انا وجهه نظري اشرف داري لا يصلح. اسف اني طولت عليكم، واتمنى المرحله الجايه تكون افضل بكتير، واتمنى الاداره توصل لنتيجه كويسه مع كولر، ان يا اما يتعدل ويسمع لكلام المدير الكره اللي معاه والمساعدين اللي معاه زي محمد شوقي وزي سامي قمصان. ده لو كانوا بيتكلموا يسمع لهم ويسمع للاراء ويسمع للنقاد ويقعد مع لجنه التخطيط ويقعد ويعيد حساباته تاني. يا اما باي باي كولر، مش عايزينك. انت كفايه عليك كده، بجد كفايه عليك كده. انت دمرت الفريق، سكواد بالملايين انت بتدمره، سكواد بالملايين بتدمره، جمهور بالملايين انت بتدمرهم. انت بتضير السكواد بتاعنا بالملايين وبتدمر الجمهور بتاعنا بالملايين. حرام عليك. السلام عليكم.